انت اتهجمت عليا امبارح. فاكر الفيلم ده؟ بيضرب ابويا. يا عم انا مش هتكلم معاك علشان انت راجل كبير في السن وقد ابويا ويمكن اكبر. الجمله دي بتتقال لما بيحصل ما بين اي حد متربي وابن ناس ومحترم خلاف ما بينه وما بين اي حد كبير، فما بالك الشخص الكبير ده يبلغ من العمر فوق ال 65 سنه، مريض قلب وسكر وبيغسل كلى اكتر من مره في الاسبوع. من امبارح والسوشيال ميديا بل ومصر كلها مقلوبه بعد انتشار فيديو لواحد بيضرب عم غريب الراجل المسن اللي من السويس في وسط الشارع وقدام بنته. بيضرب ابويا. بنت عم غريب رحمة اللي نشرت الفيديو كتبت فوقه ان الناس دي ملاك البيت اللي هم قاعدين فيه ايجار قديم، وارفقت فيديو تاني ووالدها اللي هو عم غريب بيحاول يدخل البيت علشان يجيب علاجه من جوه وهم قافلين الباب بالسلسلة. انا همشي. تعالى مساعد بس. انا هخش اساعدك الحركه الهاد بتاعك. رحمة كمان شرحت كواليس اللي حصل معاهم بالشكل اللي هتسمعه ده. ما تسمعش كلام بابا. قال له هتعمل ايه؟ يعني بابا مش قادر، يعني بيتكلم معاه وبيترعش، مش قادر، تعبان لانه ما كانش واخد العلاج الصبح. راح زي ما انت شفت كده ضربه قلمين. انا اضطريت ان انا استحمل واصور اللقطه ديت عشان تبقى اثبات. شفت انت بقى الراجل اللي واقف جنب اللي بيقفل الباب في وش عم غريب طلع حمى احد المتهمين، واللي في اول ظهور ليه طلع واساء لمحمد اللي هو ابن عم غريب واتهمه بسرقه شقه في الدور الثالث في نفس العقار واللي المتهمين عاملينها مخزن لمحلهم، وقال عنه الكلام اللي هتسمعه ده. ان علي عنده شقه حاطين فيها بضاعه المحل بتاعهم. تمام. في الدور الرابع. تمام. او الثالث تقريبا. الثالث واخد بال حضرتك، وعندهم البيت يعني فاضي، مش ما فيش سكان غير اللي هو الحاج غريب وشقه تحت وهم لان بيتهم مش محتاجين ان هم يسكنوا ولا يعملوا اي حاجه. لازم نحط ايه؟ ليه قلنا محمد او علي قال محمد او الدنيا كلها قالت محمد؟ كان سوابقه اللي موجوده في المنطقه. الرش شرب المخدرات ده بيتقال لي انا ما شفتهوش. وصل بيه الحال ان هو سرق جهاز اخته. الولد ده المسن. ايوه ابن الشيخ. ما هو واحد بيشرب شابه يعني ابن شيخ اللي هو ضحيه التعدي ده بيشرب شابه ده. ايوه لا اللي انا قلت لك ده اتنقل ليا. على الرغم اني مش فاهم يعني ايه الكلام نقل اليك، وبما انه نقل اليك ومش متاكد منه ازاي طالع تسيء وتشهر بالناس؟ طيب وايه علاقته بضرب احد المتهمين لعم غريب؟ الاغرب بقى واللي بيثبت عكس روايه الراجل ده على ابن عم غريب انه برضه في نفس الفيديو قال انهم عملوا بلاغ في محمد ابن عم غريب والحكومه جت خدته واتعرض على النيابه وخد براء. راح علي عامل محضر فيه في الاسم بيته وعرضه على النيابه راح طلع. وبما اننا اتهمناه بالسرقه والموضوع ده ما اداش لخروجهم من البيت، فنتهمه بقى بانه متحرش وما ينفعش يقعد في البيت عشان والده المتهمين موجوده في نفس البيت. راح باعت الحاج علي خاله وباعت واحد تاني اسمه عادل. دلوقتي ابنك 1 2 3 فما ينفعش يقعد في البيت. على الرغم ان نفس الشخص ده من شويه لسه قايل ان البيت فاضي وما فيهوش حد، وعندهم البيت يعني فاضي، مش ما فيش سكان غير اللي هو الحاج غريب وشقه تحت وهم لان بيتهم مش محتاجين ان هم يسكنوا ولا يعملوا اي حاجه. علشان بعد كده النيه الحقيقيه ورا كل الاتهامات دي تبان من نفس الراجل برضه، وهي عرض مبلغ مالي على عم غريب علشان يسيب الشقه ويخرج منها. عرض عليه قال له لو عاوز بقيه السنين ال5 ال7 كلها انا هديها لك وتلاقي مكان بره، بس ابنك ما يقعدش في البيت هنا تاني ولا تقعدوا في البيت عشان خوفا على البنات وخوفا على امي ان حد يحصل حاجه كذا. اما عن سبب ضرب المتهم لعم غريب فروى الراجل اللي هو حماه الكواليس اللي هتسمعها دي. قال اثناء ما عاصم بيتصل قال له ايوه اتصل بقى بالبلطجي بتاعكم، علشان فجاه خال المتهمين يدخل وهو منفعل ويقول ان المتهم كان بيصرف عليهم ومجوز بنت عم غريب. البلطجي ده مش مجوز له بنته غريب يا عم ده البلطجي ده مش كان بياكلهم ويشربهم؟ البلطجي ده علي غريب يا فندم. علي غريب. علي البلطجي ده رجل اعمال. عنده مصنع. البلطجي ده راكب عربيات ملاكي ب5 مليون جنيه. هو ده البلطجي، هو ده اللي محتاج يا جماعه. وبرضه هو كمان يتهم محمد ابن عم غريب بالاتهامات اللي هتشوفها واللي هو مسؤول عنها دي. احنا لما سالنا الولد ده نظامه ايه؟ قالوا الولد ده حرامي وبياخد شبوه وبيشرب مخدرات وبيبيع مخدرات. واضاف كمان ان احد المتهمين اللي هو واحد من عيال اخته اللي هم الاثنين اللي محبوسين دلوقتي راح له وقال له يا خال لازم الناس دي تطلع من البيت وما ينفعش يقعدوا في البيت. بص انت بتلف لفه كبيره وترجع لنقطه الايه؟ انهم يخرجوا من البيت. جه علي غريب قال لي يا خالي
عم غريب بابنه كده مش هينفع يقعد في البيت معانا تاني. الراجل بقى له 40 سنه ما شفناش منه اي حاجه، راجل محترم وعلى دماغنا من فوق، هو الست بتاعته وعياله الكبار مؤمن وباسم على دماغي من فوق، بس الولد ده ما ينفعش. طب ايه المطلوب يا خالي؟ قال لي هنقعد مع عم غريب نديله اللي هو عايزه ويسيب لنا الشقه، مع العلم البيت لا يمثل اي قيمه لاولاد اختي. انت بتقول مليونيرات. الله ينور عليك. قال كمان انهم اتكتروا عليه بما فيهم اخو مرات عم غريب. الحقيقه يا خالي عاصم متكترين عليه. مين؟ مرات الحاج غريب، اخواتها. اسامه يوم الخميس اخر النهار، فين يا عاصم؟ قال له خير يا اسامه انا رايح شغلي، رايح محلي في السويس. قال له احنا مش قلنا عايزين نقعد وبتاع؟ قال له ما انا قلت لك اتصل بخالي علي. قال له طب احنا عموما واخدين محمد على واحنا رايحين ايه البيت. قال له احنا مش قلنا لك محمد ما يخشش البيت عقبال ما نخلص الموضوع ده ونرتاح منه؟ لا محمد هيخش البيت واللي معاكم اعملوه وانتوا هتمنعوه عن بيتكم. اسامه فندي هو محمد خاله. اللي هو اما عن مبرر او سبب ضرب المتهم لعم غريب فقال اللي هتسمعه ده. يا عم غريب انا مش عرضت عليك اللي انت عايزه وخده وامشي ونشيل ده من ده يرتاح ده من ده عندك. قال له انت ما بتتكلمش معايا. قال له ازاي ما اتكلمش معاك؟ ادي يا عم عاصم ادي البلطجي بتاعكم، ادي البلطجي بتاعه. يؤسفنا اقول لك ان لحد دلوقتي ما شفتش مبرر واحد يخليه يعمل كده في عم غريب. ما هو اصلكم علشان تروحوا تخرجوا ناس من بيتهم وترفضوا ان هم حتى يدخلوا يجيبوا علاجهم وتقفلوا الباب في وشهم بدون سند قانوني او قوه شرطه بتنفذ حكم اخلاء، ده بيسمى بلطجه. علشان في اول ظهور من اخو مرات عم غريب اللي هو اسامه اللي اتهموه من شويه انه جاب ناس واعتدى عليهم وكلمهم في التليفون غلط فيهم، حكى الحوار كله بالشكل ده. اللي حصل ان هم جم في يوم هم عندهم شقه فوق شقه جوز اختي ده عاملينها مخزن. جم في يوم وقالوا ان في حد سرق المخزن ده وجايبين فيديو. الفيديو معايا ممكن اوريه لحضرتك وللساده المشاهدين. يعني بيقولوا الفيديو ده اصلا مش يعني الولد اللي هم جايبينه مش باين له اي معالم خالص، وبيقولوا ان هو ده ابن الحاج غريب. طيب مش هو يا ابني؟ ده لا هيئته ولا وضعه ولا شكله باين اصلا، منين بتقول ان هو؟ فقال لا هو بالعافيه يعني هو وخلاص. طبعا جه اللي اسمه علي ده جايب معاه شويه بلطجيه بسلاح وجايب مطوه وماسك محمد، مسك في محمد ابن اختي وكان عايز يضربه. الناس حشته وجينا والناس اتلمت وجينا يا ابني في ايه؟ زعيق وشتيمه وقله ادب وبتاع. وفي الاخر قالوا احنا بلغنا الشرطه. قلت لهم خلاص بلغوا الشرطه طالما الموضوع في يعني في احنا بنقول مش انتوا وانتوا بتقولوا هو وخلاص بلغوا الشرطه واللي يفصل بيننا وبينكم الشرطه القانون بالظبط. جت الشرطه وخدت محمد وعملوا له محضر، واحنا طبعا عملنا محضر عليه ده بالتعدي علينا بالسلاح واللي هو عمله ده. قالوا لهم انتوا لازم تسيبوا البيت ولو ما سبتوش نظام تهديد بقى، ويعني لو ما سبتوش البيت احنا هنعمل وهنسوي وهنموت ابنك، ولو انت مش عايز لو انت مش خايف على ابنك اقعد، ولو مش عارف ايه وابنك ده ما يخش البيت تاني. وركز لي بقى في الكام جمله اللي هيقولهم دلوقتي. طريق واحنا في الطريق اخوه اللي اسمه علي ده اللي هو كان اللي هو في الفيديو اللي صفع جوز اختي ده جالنا تليفون ان هو اتهجم على بنت اختي كانت لوحدها في الشقه، دخل عليها الشقه كسر عليها باب الاوضه وكان عايز يضربها لولا الناس حشوه. الكلام ده اكدته بنت عم غريب في بدايه فيديو الضرب قبل ما يحصل الضرب على طول. اسمع لي كده. انت اتهجمت عليا امبارح. اما عن الاخبار المتداوله عن تنازل عم غريب عن القضيه، فالمحامي الخاص بعم غريب اكد ان مفيش تنازل عن القضيه والقضيه مجرى التحقيقات وهم مكملين فيها. يا جماعه هل حد عاقل يقبل على حد من اهله؟ مش هقول والده، على حد من اهله تقبل انت ان والدك او اخوك او عمك او خالك او جارك يتضرب بالشكل المهين ده في الاخر تقول له تعالى نتصالح؟ طب بتصالح ايه؟ ايه المقابل اللي انت ما انت خلاص كرامتك اهدرت، كرامه اولادك وكرامه العائله كلها بقت في الحضيض. طب هتتصالح على ايه؟ جدير بالذكر ان وزاره الداخليه القت القبض على الاثنين متهمين الاخوات، وده وفقا لبيان وزاره الداخليه اللي نزلته النهارده على الصفحه الرسميه ليها على فيسبوك. في النهايه انا كنت مستني اسمع من كبارهم خصوصا ان سنهم كبير انهم يعتذروا للراجل على ما بدر من ابنهم. خلي عم غريب وعياله غلطانين في كل ما سبق، انما وقعه التعدي عليه وضرب الراجل المسن ده اطلعوا قولوا احنا اسفين. انما طالعين عمالين تشوهوا في سمعتهم وتطلعوهم ناس مش كويسه وتطلعوا عيالكم ان هم اولاد اخيار في محاوله منكم انكم تدوا شرعيه للقلمين اللي اتضربهم الراجل. كنت مستني واحد منكم يقول احنا غلطنا وحقك علينا يا عم غريب وعيالنا هيتقدموا على اللي عملوه فيه. هل كل اللي حكيتوه ده مبرر ان الراجل الكبير اللي من سنكم او اكبر منكم يتعمل فيه كده؟ هل حد فيكم يقبل على نفسه انه يتعمل فيه كده قدام بنته وفي قلب الشارع؟ وحق عم غريب باذن الله هيجي. احنا بنعتذر لك يا عم غريب على اللي حصل لك، وباذن الله احنا في ظهرك ووراك لحد ما حقك يرجع.
بس كده.